بەڵێ عزیزانم وەگاگادارن پاشکەمێکی تر یاری عراق لە قۆناغی دووەمینجامی نەتەوەکانی ئاسیا بەرامبەر بە هەڵبژاردەی قەتەر بەڕێوە دەچێت. ئێستاش بە شێوکی ڕاستەخۆ دەچینە لای پەیامێرمان حسێن محەممەد کە لە شاری ئەولێر یەکێک لە یاریزانەکانی پێشووی هەڵبژاردەی عراقی لەگەڵە کە بێگومان هەمووان یاریکردنی و یاریزانەمان هەم لە هەڵبژاردەی عراق هەروە لە نێولێریش بینیەوە. حسێن سڵاوی خوال لێبێ، حەز دەکەم لەگەڵ میوانەکەتدا گفتوگۆیەک دەربارەی ئامادەکاری عراق هەروە چانسی هەڵبژاردەی عراق بکەین لای ڕوبەڕووبوونیان بەرامبەر بە قەتەر. سڵای خۆی گەورە لە تۆ لە تەواوی بینەرانی کەناڵی ئاسمانی پێیان محەممەد. پاشکەمێکی تر یاری نێوان هەردوو هەڵبژاردەی عراق و قەتەر لە یاری قۆناغی شازەی جامی یەکێتی ئاسیا دەست پێ دەکاتن. من لێرە یەکێک لە ئەستێرەکانی یانەی هەولێر و هەڵبژاردەی عراقم لەگەڵدایە کە پێشتر یاری کردووە و ئێستاش یاریدەدەری ڕاهێنەری یانەی شورتەیە ئەویش کابتن أحمد صلاحة. كابتن أحمد، بداية السلام عليكم وأرحب بكم في أربيل. شنو رأيكم لهذا المباراة بين المنتخب العراق المنتخب الوطني ومنتخب القطر ستبدأ بعد دقائق قليلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني اهنا نفسي واهنا الشعب العراقي ان شاء الله بهاي المباراه وان شاء الله الفريق يفوز. تحيه من القلب الى جماهير العراقيه بصوره عامه والى جمهور نادي اربيل بصوره خاصه، المحبه لنادي اربيل ومحبه لاحمد صلاح كشخص. بالتاكيد المباراه راح تكون قويه على اعتبار ان منتخب قطر في عمليه تدريج من منتخب ناشئين للشباب الى الاولمبي الى الوطني، هاي عمليه صعبه راح نواجهها اليوم، لكن هذا ما يمنع المنتخب العراقي اذا ظهر بمستوى حقيقة تكتيكي ويترك الحماس الزائد الفائق عن الروح. يعني تعرف انت اليوم اللاعب العراقي يدخل بحماس، ومع منتخب قطر اذا تدخل بحماس زائد ممكن تفقد المباراة. فنتأمل وننصح ان شاء الله المنتخب يركز على الامور التكتيكية افضل من الحماس، وبما ينطق الغيرة العراقية. الغيرة احيانا تنفع مع منتخب ممكن يكون بمستواك، لكن من يكون منتخب تكتيكي لازم تركز، لكن لازم يكون التركيز موجود في هاي المباراة. ان شاء الله لاعبينا والكادر التدريبي والفني والإداري إن شاء الله يركزون على نقاط القوة والضعف بالمنتخب القطري. كابتن، هل أنت معي مباراة اليوم للمنتخب العراقي مباراة صعبة لأنه منتخب قطر في دوري مجموعات فاز 3 مباريات وصاحب الهداف البطولة معز علي. هل أنت معي يعني مباراة صعبة للمنتخب العراقي؟ بالتأكيد يعني مو قياس، وإن فاز 3 مباريات، لكن أنا أعتقد المباريات اللي كانت مش باستثناء المنتخب السعودي كان منتخب قوي، أخطاء تكتيكية واضحة جدا وفاز بها المنتخب القطري. منتخب قطر منتخب محترم، منتخب يعتمد على التكتيك بصورة يعني 99%، يلعب فكر مدرب، لاعبين شباب، لاعبين قادرين على الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، لاعبين ما يلعبون بعشوائية. التركيز الموجود لازم يكون عندنا حتى نقدر نوقف هاي الأمور الفردية اللي راح تصير بالمنتخب القطري. قادرين لاعبينا وقادرين المدرب إذا انتبه على هاي الحالة، وإحنا حذرنا حقيقة حتى بموقع الخاص أنا حذرت ودزيت رسالة بعثها إلى أخوتي اللاعبين أن يظهرون بمستوى إن شاء الله يليق بالكرة العراقية بصورة عامة، قادرين على اجتياز قطر. كابتن، الآن أنت مساعد مدرب النادي الشرطة و5 لاعبين نادي الشرطة في المنتخب العراقي، شنو رأيكم لمستوى اللاعبين وبشكل عام كل لاعبين المنتخب العراقي؟ احنا اكو تذبذب حقيقه بالمستوى، والدليل واضح باستثناء اللاعب مهند علي كان يلعب المباريات جميعا. امجد عطوان لعب المباراه السابقه واليوم راح يشترك كاساسي. مهاوي اصابه وليد خلته يلعب بالمباراه. لاعبين ظهروا بمستوى جيد ومستوى طيب خلال هذه المباريات اللي مضت. نتأمل إن شاء الله يقدمون مستوى أكثر. تعرف أنت اليوم كان عندنا أكثر من 6 لاعبين، لكن إصابة لسعد عبد الأمير وإصابة مصطفى ناظم بعدتهم عن المنتخب. بالإضافة كان المفروض على إشراك محمد حميد، لكن هذا ما يقل بين جلال حسن هو حارس من حراس جيدين. إن شاء الله ماكو فرق بين جلال ومحمد حميد ومحمد قاصد. بالحراسة ماكو مشكلة، يعني أي واحد يلعب ماكو مشكلة إن شاء الله. لاعبينا أنا برأيي الشخصي قدموا المستوى الجيد في خلال هاي البطولة، وإن شاء الله اليوم يركزون أكثر وإن شاء الله يقدمون المستوى. بالتالي هي المصلحة العراقية وليس مصلحة نادي الشرطة. إحنا اللي يهمنا يفوز العراق، وهذا بالأول وبالتالي.
هاتن. السؤال الأخير شنو توقع لنتيجة المباراة؟ شقد وشقد؟ تعرف تتوقع يعني اليوم أنا كمدرب التوقع صعب، يعني أنا ما عايش أرض الواقع حتى قريب عن اللاعبين، لكن حسب خبرتنا يعني إذا لاعبين أنا أرجع وأقول إذا اللاعبين ركزوا على تكتيك قطر إن شاء الله راح تكون المباراة صالحنا إن شاء الله. شكرا حبيبي. محمد أوي قابيز بيوقف تقوي كلنوان منو أحمد كابتن أحمد صلاح ذهبوا هیوادارم تۆ بەشێکی بکەیەوە کوردی چکە زیاتر من تەرکیزم لەسەر قسەکانی ئەو بوو. بەڵێ سپاس بۆ حسێن محەممەد پامێرمان لە شاری ئەولێر کە کاپتن ئەحمەد سەلاح کە پێشتر مێژوویەکی گەورەی هەیە لەگەڵ بژاردەی عراق، هەروە بامان شێ لەگەڵیانی ئەولێر کە دەستکەوتیە بۆ و بێگومانیش ئەو باسی لەوە کرد کە پێویستە یاریزانەکان تەرکیزی تاو بخەنە سەر پلانەکانی کاتانیکی ڕانەر لەبەرەوەی تەرکیزی تاوان بەو پلانەوە بێ. بە تایبەتیش من زۆر لەگەڵ ئەو خاڵای بووم حسێن کە باسی لەوە کرد هەڵبژاردەی قەتەر بەو فیاتە عومریە تێپەڕەبێ کە هەڵبژاردی لە ئەشبال دواتر تازە پێگەیشتوان دواتر لاوان. ئێستا قەتەر بە تەدریجی کار بۆ واکە لە مۆندیالی 2022 وڵاتەکەیە تیپێکی تۆکمە دروستکە، بەڵام لەگەڵ هەموو بەهێزیەکیشە ئەو بە هەمان شێوە هیوای بە سەرکەوتنی عراقە بوو. گەلی عراقیش بێگومان هەمووی پاڵپشتی هەڵبژاردەی عراق و متمانێتەوەیان بە هەڵبژاردەی عراقەیە کە بتوانێت لە میاری کە پاشکەمێکی تر دەست پێکا سەرکەوتن بەسەر قەتەر تۆمار کە سپاس بۆ تۆش حسێن، سپاس بۆ کاپتن ئەحمەد سەلاحیش.